واصل منتخب مصر بقيادة حسام حسن عروض المميزة في تصفيات كأس أفريقيا بالفوز على منافسه موريتانيا ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات. وحل منتخب موريتانيا ضيفا على منافسه مصر بملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية. وكان المنتخب الوطني على وشك افتتاح التسجيل في الدقائق الأولى من المباراة بعد تنفيذ محمد صلاح ركلة حرة، إلى أن حارس موريتانيا مامادو ديوب تصدى لها ببراعة وأبعدها عن المرمى لتصبح ركلة ركنية. واستمرت لاعبو منتخب مصر في ممارسة الضغط لتسجيل هدف التقدم، حيث كانوا يسيطرون على اللعب بشكل كبير، بينما كانت هجمات منتخب موريتانيا نادرة وغير فعالة، مما جعل دفاعات مصر تكاد تكون في حالة راحة. في الدقيقة 20 خطف منتخب موريتانيا فرصة بعد ركلة حرة قريبة من منطقة جزاء مصر، لكن تسديدها من قبل أبو بكاري كويتا ارتطم برأس محمد حمدي ومرت فوق العارضة لتصبح ركلة ركنية. تغيرت طبيعة اللعب في الشوط الأول بسبب التدخلات القوية بين الفريقين، وكاد زيزو أن يحرز هدفا بعد خلطه داخل منطقة الجزاء، ولكن الحارس تصدى لتسديدته. في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول شاهدنا محاولات كثيرة من جانب منتخب مصر، بدأت بتسديدة من أحمد سيد زيزو من خارج منطقة الجزاء تم إبعادها من قبل دفاع موريتانيا، وتلاها رأسية من عمر مرموش تجاوزت المرمى. حاول محمد صلاح فك شفرة الدفاع الموريتاني دون جدوى، بينما كاد تريزيجيه ينجح في تسديدة قوية ارتفعت فوق العارضة. عمر مرموش شارك في الهجمات أيضا وسدد، لكن الدفاع تصدى له. ولم تتغير الدقائق الأولى من الشوط الثاني من رتم اللقاء، بل تلقى الفراعنة ضربة قوية بإصابة محمد عبد المنعم ليدخل مصطفى محمد بديلا له. وفي الدقيقة 69 تمكن المنتخب الوطني عن طريق تريزيجيه في إحراز الهدف الأول بعد تسديدة لا تصد ولا ترد في شباك المنتخب الموريتاني. في الدقيقة 80 استطاع محمد صلاح لتسجيل الهدف الثاني للمنتخب الوطني بعد تمريرة رائعة بأقدام محمد حمدي. وحصل المنتخب المصري على النقطة 9 ليواصل اعتلاء صدارة جدول ترتيب مجموعته بتصفيات الأفريقية، حيث يفصله فقط الحصول على 3 نقاط جديدة ليحجز مقعدا رسميا في النهائيات. في النهاية، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.